وعشان نعرف قد إيه إحنا الفطرة النقية اتشوهت بداخلنا، نحاول نقارن زماننا الحالي والأزمان اللي فاتت بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. هنشوف قد إيه إحنا علاقاتنا بايظة، علاقاتنا مفتقدة للحب، قد إيه إن إحنا انتشر حوالينا العلاقات السلبية المؤذية، انتشر حوالينا النرجسيين، قد إيه كمان منتشرة في مجتمعنا معتقدات سلبية مغلوطة جدًا، جدًا في العلاقات، في الجواز، في المال، عن الرجالة وعن الستات، وحتى عن المال، حتى عن الحياة، حتى معتقداتنا الفكرية عن ربنا كمان بقت مشوهة، من كتر ما إحنا بعدنا أوي عن السواء النفسي اللي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من الحاجات اللي بتضايقني جدًا لمّا باقول مثلًا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كذا، النبي عليه الصلاة والسلام مثلًا ما كانش بيعمل الحاجة دي، فحد من الناس يروح يقول لي: "إحنا فين وفين النبي عليه الصلاة والسلام، أنتِ هتقارنينا بيه؟" هو رب العالمين إحنا مش بنقارن بيه، رب العالمين قال لنا: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة." النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بعته قدوة لينا، فإحنا لازم في كل حاجة نعرض أعمالنا على النبي عليه الصلاة والسلام، نشوف النبي كان بيعمل كده والّا لأ، النبي كان بيتصرف في الموقف ده زي كده والّا لأ، النبي الفكرة اللي أنا عندي دي برضه كان يعني الفكرة دي هي زي اللي كان بيفكر بيها النبي والّا لأ؟ بمعنى أصح عشان أعرف إن أنا ماشية في طريق حياتي صح والّا ماشية غلط، والّا أنا مؤمنة بأفكار صح وأنا مؤمنة بأفكار غلط، لازم كل حاجة أرجع فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، أعرف يعني الميزان اللي باوزن عليه واللي باصحح عليه طريق حياتي وأفكاري هو النبي عليه الصلاة والسلام، أعرف إن الفكرة دي صح والّا غلط لمّا أرجع النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده كده لأ، يعني مثلًا من الأفكار المنتشرة مثلًا الرجالة كلّهم خاينين، طيب أشوف الفكرة دي كانت النبي عليه الصلاة والسلام على عهده كان كده أو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول كده؟ لأ، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا كان عندهم الأفكار دي أصلًا، باعرف إن الفكرة دي مربوطة بمعتقدات سلبية جاية من وعي جمعي سلبي، الشيطان نجح يسيطر علينا ويزرع فينا الأفكار دي، ولا تمت للفطرة النقية بصلة، وغيرها أفكار كتير طبعًا. مثلًا فكرة زي إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيبقى عندنا كده زي إحساس إنه إله مترصد لينا، متربص لأذيتنا، بيبقى معتقد عميق كده عند ناس كتيرة جوانا. طيب هو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم كده، كان نظرتهم لربنا لأ، طب النبي أصلًا علمنا إن ربنا كده لأ، يبقى أعرف إن الفكرة دي برضه الشيطان نجح يزرعها فينا واتورثت من جيل لجيل، وفكرة سلبية غلط. عشان كده إحنا محتاجين رحلة تشافي طويلة مع نفسنا عشان نحاول نوصل للسواء النفسي، ونحاول نرجع لفطرتنا النقية عشان نقترب كده بزماننا وبشخصياتنا لشخصيات اللي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، شخصيات الصحابة. وعشان كده التشافي هو رحلة عمر لا تنتهي. رب العالمين أمرنا بتزكية النفس، وهي